هو انت اللي بتفكر في اللي انت عايزه ولا دماغك بتجري لوحدها وانت بتجري وراها؟ في فرق كبير بين انك تكون واعي وبين ان افكارك تسرقك وانت مش واخد بالك. والوعي هنا هو اول خطوة. كل حاجة بتبدأ بالوعي. بس يعني ايه تبقى واعي؟ يعني تلاحظ انك زعلان قبل ما تعصب، تاخد بالك انك بتفكر في خوفك قبل ما تتشل. واللي بيعيش من غير وعي بيتمشى في الدنيا بعين مغمضة، واي تغيير لازم يسبقه انتباه. فاول خطوة لازم تفوق لنفسك. دماغك جواها اتنين. الاول جوا دماغك في واحد بيفكر ببطء، بيحسبها واحدة واحدة، بيدور على الامان وبيفكر في كل الاحتمالات. وفي نفس اللحظة في واحد تاني جواك مندفع وسريع، عايز ياخد القرار دلوقتي حالا من غير ما يفكر. وللأسف الاتنين دول بيتخانقوا جوا دماغك. طب عمرك سألت نفسك اللي بيفكر دلوقتي قلبك ولا عقلك؟ اوقات بتحس ان في صراع بين الاتنين، العقل بيحسبها والقلب بيجري على اللي بيحبه، بس الاذكى هو اللي يخليهم يشتغلوا سوا. ما تسيبش واحد فيهم يمشي لوحده، لان كل قرار ناقص قلب او ناقص عقل بيكلفك كتير في الاخر. عارف ليه بتتعب من التفكير؟ علشان دماغك بتحاول تسيطر على كل حاجة. اوقات التفكير بيتحول لسجن، تفاصيل ملهاش لازمة بتدخلك في دوامة. الراحة مش دايما في انك تفكر، الراحة ساعات بتبدأ لما تسكت شوية وتفهم ان مش كل حاجة محتاجة تحليل. وفي النهاية لازم تعرف ان مفيش تغيير حقيقي من غير وعي. اللي بيحاول يغير من غير ما يفهم نفسه عمره ما هيوصل لنتيجة، لان الوعي مش نهاية الرحلة، الوعي هو اول الطريق. والنهاردة هنكمل طريقنا مع بعض في اننا نعرف اوهام التفكير اللي بنقع فيها من غير ما نحس. ودلوقتي هنروح لوهم جديد، وهم بيخلينا نحس اننا دايما على حق. دماغك ساعات بيقنعك انك صح، دماغك بيحب يحس بالامان، فبيقولك ايوه انت صح حتى لو غلط، حتى لو المعلومة ناقصة او في حاجة ما فهمتهاش. بتحس ان رأيك هو الصح. كل واحد بيشوف الدنيا من عدسة دماغه هو. لو شايف انك دايما الاوضح، ده معناه انك مش شايف الصورة كاملة، لان دماغك بيحاول يحميك من التغيير فبيرفض اراء الناس. وساعات بنسمع اللي نفسنا نسمعه، بس بنبني ثقة على اساس مهزوز، وبكده بيتكون عندك انطباع بالباقي بيبالغ او مش فاهم. لما ترفض تسمع غيرك، دماغك بيقفل على وهم اسمه الحق المطلق. مش بنسمع علشان نفهم، بنسمع علشان نرد. ومن التفكير ان رأيي هو الصح المطلق بندخل في وهم اخطر، لما كل حاجة صغيرة بنشوفها كأنها مصيبة. تخيل ممكن كلمة تتقال في لحظة زعل تترجمها في دماغك ان الشخص ده بيبعد، بتفترض ان العلاقة خلصت خلاص، رغم ان الحقيقة مجرد سوء تفاهم. تفكيرك الكارثي هنا هو اللي كبر الحكاية. لما بتحصل مشكلة صغيرة، زعلة خفيفة، دماغك ما بتسكتش، بتفضل تضخم الحكاية، بتتخيل اسوأ سيناريو ممكن، بتنسى الحلول وبتركز على الكارثة، تبدأ تتصرف بخوف وانفعال مع انها كانت ممكن تتحل بكلمة. بتتخانق مع حد مش علشان هو قال حاجة، علشان انت توقعت انه هيقولها. عقلك بيكمل الحوار لوحده، بتدخل في خناقة مبنية على سيناريو من خيالك، بتقول لنفسك انا فاهمه، هو قصده كذا وكذا، بس لحظة هو قال كده ولا انت بتكمل نيته من عندك؟ لان نوايا الناس مش دايما بتبان بالكلام، ساعات بيكون في فرق بين اللي اتقال وبين اللي انت سمعته. علشان كده لازم تسمع وتسأل وتفهم قبل ما تحكم، لان الظن بيكون اوقات غلط بيكلفنا علاقات وراحة بال. وهو ده وهم اسمه قراءة الافكار. بنصدق نفسنا اننا عارفين بالظبط اللي الناس بتفكر فيه، بس الحقيقة ان دايما بنفسر تصرفاتهم على مزاجنا. الوهم ده بيخلينا نعيش في قصة مش حقيقية. بعد ما كشفنا مع بعض اشهر اوهام التفكير اللي بتلعب بدماغنا، هنعرف دلوقتي ازاي اللحظة اللي بنعيشها تقدر تكون المفتاح الحقيقي للتحكم في قراراتك. لان كل قرار صغير بتاخده النهاردة له تأثير كبير على حياتك بعدين. ممكن تكون قرارات بسيطة بس بتجمع مع بعض وبتتشكل لطريقك للمستقبل. لازم تعرف ان التركيز على الحاضر هو سر الوعي والسيطرة على تفكيرك. لما بتعيش اللحظة وتكون واعي ليها، هتقدر تفهم نفسك اكتر. العقل مش شغال على الماضي او على المستقبل، استغل كل لحظة في وعي حقيقي. الوعي باللحظة دي هي بداية كل تغيير حقيقي في حياتك، لان اللحظة اللي انت فيها دلوقتي هي مفتاح عقلك الحقيقي. مش كل فكرة بتخطر على بالك لازم تكون صح، في افكار بتظهر فجأة من غير سبب واضح. المهم نميز بين الافكار اللي بتستحق انتباهنا واللي مش تستحق. اوقات دماغك بيقولك حاجات علشان يخاف. الخوف ممكن يخلي دماغك يطلع افكار مش واقعية، دي طريقة دماغك بيشغلها انه يحميك من المجهول او المخاطر. لكن مش كل فكرة خوفها حقيقة او لازم تلتزم بيها. مش لازم تعلق او تتشبث بكل فكرة بتجيلك. لما تسمح لافكارك بتعدي بيقلل التوتر والضغط النفسي. اوقات مجرد مشاهدتها بدون رد فعل بيخليها تضعف. ريح دماغك وما تتعلقش بكل حاجة بتعدي عليك، علشان لما تحاول تمنع فكرة بتديها قوة اكبر. المقاومة بتخلي الافكار تترسخ اكتر في عقلك. العقل بيشتغل بشكل عكسي، لما بتركز على فكرة سلبية بتكبر، فبدل المقاومة جرب تقبل وجودها بدون تأثير. هتلاحظ ان الفكرة بتصغر وبتفقد سيطرتها عليك. في النهاية كل مرة بتمر فيها من نفس الطريق بتوصل لنفس النهاية.
شويه. والعقل اللي بيفكر بنفس الشكل بيعيش نفس اليوم. لو مشيت بعينيك بس هتشوف نفس المشهد. فكر كده كم مره حاولت تغير حياتك ولسه حاسس انك في نفس الدايره، نفس الاسئله ونفس المخاوف ونفس الحلول القديمه. العقل لو ما تجددش النتائج مش هتتغير، واللي بيغير حياتك مش الظروف لكن فكرتك عنها. في النهايه كلنا بنفتش بره عن حلول، عن دوافع، عن فرصه بتنقذنا، بس الحقيقه كل اللي بنحتاجه موجود جوانا. التغيير مش في الناس، مش في الظروف، مش في المكان. التغيير بيبدا من اول فكره بتخطر في بالك، من اول مره بتقول انا اقدر اغير. عقلك هو اول باب، لو فتحته الدنيا كلها هتتغير.